يا شباب ايه الاخبار؟ النهارده مش فيديو عادي زي بتاع كل سبت. النهارده هتكلم عن مستنار وهحاول على قد ما اقدر الخص لك الحوار بسرعه. يلا بينا. ايه معنى مستنار او ايه المغزى من الكلمه اساسا؟ معناها في المعجم اسم مفعول من استنار، ومعناها جايب معنيين: معنى استنار المكان او زيها زي اضاءه عاديه خالص، ومعنى التاني وهو استنار عقله، يعني استنار بالمعلومات بقى والعلم وكده. وسلوجان الجروب نفسه: لمن اطفأته ضغوطات الحياه مستنار وجهتك القادمه. ازاي بقى؟ ايوه يعني تمام، انا هستفاد ايه من الليله دي برضه؟ بص، الافاده هنا لها شقين، لان الجروب هنا هيجمع اتنين: واحد وهم المستنيرين، واتنين لمن اطفأته ضغوطات الحياه. ونيجي نتكلم عن ده. واحد، رقم واحد المستنيرين، وهنا انت ممكن تكون بتقدم محتوى حاجه نظيفه بجد يعني بتفيد الناس. وطبعا وسط المحتويات اللي زي اللي بتظهر دلوقتي وبسبب ان المواقع ديت يا عم اقربها اليوتيوب، المشكله ان الحاجات دي بتطلع ترند، وهي اكتر حاجه اللي بتخلي الموقع الناس عليه كتير عليه قوي. فهو ده يعني اقربها. لو دخلت ترند اليوتيوب مش هيفرق بره ثلاثة: الكورة ومحتوى العائلي الرخيص جدا، والكوميديا اللي بجد بتبقى ثقيلة بغباء. وطبعا مش محتاج اشرح لك. ومن هنا بقى تبدأ المؤامرة اللي بتحصل علينا كلنا، واللي بالمناسبة هيبقى ليها فيديو قريب. طبعا بقى في الحتة ديت احنا اللي بنتظلم، والناس بقى اللي بجد بتقدم محتوى كويس، مثلا اللي بتكتب مقالات مفيدة تفيد الناس، حاجة مؤثرة بجد مش زي اللي بيظهر قدامنا. طبعا في الحالة ديت انت مكانك هنا جروب مستنار، وهتيجي هنا بجروب وهتنزل الحاجات اللي انت بتعملها، وان شاء الله ممكن تلاقي الناس اللي تهتم بكلامك والناس اللي تتابعك عشان تستفاد منك بجد. واكيد انا كمان هحتاجك، بس في حوار بعدين هبقى اقول لك عليه. تمام، نفترض بقى انت هنا داخل جروب مستنار، بس انت بقى هنا مستنار عادي جدا وراجل بقى عاقل وذو قيمه، بس انت ما بتقدمش محتوى. انت هتعمل ايه بقى معانا في الجروب؟ انت برضو مكانك هنا معانا في الجروب، هتتعرف على ناس جديده وهتشوف الناس محتاجه ايه ومحتاج ايه، اي حد تساعده. يعني مثلا واحد دخل ومحتاج جروبات مثلا للجيمز او حاجه لمجال هو مهتم بيه، وانت عارف الجروبات ديت عادي جدا ممكن تعرفها له وهتفيده، وفي نفس الوقت هتاثر عليه السكه. مثلا حد محتاج مشكله شخصيه هتكلمه، وممكن تكلمه خاص كمان وتحل له مشكلته وتساعده. هتساعد اي حد تقدر تعمل له حاجه، لان احنا هنا كلنا موجودين عشان نساعد بعض. مثلا نزل كورس بتخفيض جامد، او مثلا ممكن يكون نزل مجاني اصلا لفتره محدوده، طبعا اكيد غيرك هيحتاجه هتنزله برضه عندنا الجروب. وانا من اول الناس اللي هتعمل كده، بس بشرط كورسات تبقى قانونيه، مش حاجات مدفوعه من التليجرام. تيجي بقى انت هنا من اطفال وضغوطات الحياه، انت بقى تستفاد إيه من الليله دي كلها؟ ودي بقى اللي ليها ليله. ليه بقى؟ لان انت هنا هتيجي تشارك في الجروب عندنا، ومثلا هتسعى على اي حاجه، وان شاء الله اكيد هتلاقي الاجابه عندنا. نفترض مثلا مثال: انت عايز تبدا مجال الجرافيك ديزاين، مش عارف مثلا تبدا منين او تتفرج على مين او تشوف ايه. اكيد ممكن تلاقي عندنا جرافيك ديزاينر كويس عندنا في الجروب، وهو اللي هيساعدك مثلا، وهيبعت لك كل المحتويات المفيده، وهيبعت لك الناس اللي ممكن تستفيد منها على اليوتيوب، وهيبعت لك الناس مثلا اللي ممكن تنزل كورسات مجانيه. وهو اكيد هيكون متقدم عنك بكتير مثلا، وشاف كورسات كتير، فهو عارف وهينصحك وهيأثر عليك السكه. واكيد كلنا هنعمل كده مع بعض. وهيقول لك بقى طبعا على كل المصادر اللي هتفيدك، ممكن تساعدوا بعض، ممكن مثلا تكونوا بتتكلموا خاص او خلاص اتصاحبتوا تتنافسوا مع بعض مثلا، هتطوروا مع بعض في المجال، وهتزودوا مع بعض. يعني الفايده هتعم على الكل من الاخر. عندك انا مثلا كده ممكن كل فتره اجيب لكم حد مثلا فاهم في حاجه معينه، وانتوا مثلا لو حابين تكلموه او تسالوه في اي حاجه، ان شاء الله يا عم نعمل بودكاست. عشان هتقول لي مثلا يعني هتجيب مين؟ يعني هقول لك انت هنا تتوقع زي ما تتوقع، وكل ما ده كل ما توقعكم يزيد اكيد كل ما توقعاتكم هتزيد، وهنجيب لكم ناس اجمد واجمد. بس طبعا كل ده يرجع لدعمكم انتوا. كل ما نكبر اكتر والجروب يزيد اكتر، كل ما دعمكم هيزيد، والافاده هتعم على الكل اكتر، وهنعملوا حاجات اجمد بكتير هتتفاجئوا بعد كده عليها. هترجع مثلا بقى وتقول لي: ايه يا عم الحزق ده كله، وايه لازمه ده كله يعني، وجاي عليك بايه؟ طبعا بقى مش محتاج اكلمك عن كميه فوائد اللي بترجع علينا بايجابيه ان مساعده الناس، وعن كميه بقى الاحاديث والاشعار والحاجات الدينيه اللي بتحسك ان انت تساعد الاخرين. والدال على الخير كفاعله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واساسا انك لما تعلم حد حاجه او تقول لحد حاجه، انت بتثبت عنك اكتر. من افضل طرق التعليم لحاجه، اي حاجه اتعلمتها، انك تعلمها لحد تاني، هتثبت انت عندك بكتير. ده غير طبعا الايجابيه النفسيه اللي بتوصلها للناس لو تساعد حد تاني وبيشكرك مثلا او بتاثر عليه بجد. يبقى كلنا بقى مؤثرين بجد، يبقى تاثر على الشخص حقيقي يعني، غير القرف اللي بيتصدر لنا دلوقتي. بقى خلاص كلمه انفلونسر بتتقال على اي حد، ما بقاش بوظوا معنى الكلمه اساسا، وتبقى مفيد بجد بقى، مفيد للناس والناس اللي حواليك ومننا كلنا وللبلد ولنفسك كمان اول حاجه. وبس كده، حاسس اني طولت في الكلام، ومستنيك هناك في الجروب، واشوفك هناك. مع السلامه.